طلعت معي من كم سنة، نعم. قلتي لي روبي حترجع على الساحة وتكسر الدنيا. قلت آه لك روبي كانت وقتها منا عاملة شي، صح. بس رجعت بدي اقول لك شغله. ونطحت الدنيا. صح. وانت ما آه كنت على فكرة، انا ذكرتها بالموضوع. هي نعم. ما لا سامع غنيتها ولا سامع اغانيها ولا سامع هتاتها، باي ذا واي والله العظيم انا شاهد. قالت لي انا قلت هيك، قلت لها يس. اه فبما انه توقعت بالزمان، بتذكر. ربيع الخولة قالت بده يصير في عنده، بده يفقد شخص عزيز، وعم شوفه عم بيصلي كتير. فات على الدار عمل راهب من بعد وفاة خيه. الله يرحم خيو. الله. نجوى كرم، توقعتي للزواج؟ هي عم بتقلك نو ايام البرنامج اللي كنتوا فيه، ايوه من وقتها شهير. سيلبرتي دويتس على الستيج، وبقيتي مصرة وقلتي لها ستتزوجين. نعم. يعني عم بذكر انا بقصص سياسية فنية اقتصادية كل شيء. هلا شو بتتوقعي لنجوى كرم بعد هيدا التغير؟ يعني اول شيء انا ما معقول قد ايه بحب للفنانه نجوى كرم كثير وبحترمها وبقدرها كثير. التقيت انا وياه بالطياره من كم يوم يعني. آه يعني بتمنى انها تكفي لانه بحس زواجها على المحك. بتمنى زواجها شو؟ على المحك. ان شاء الله لا. هذا احساسي لبعدين. ان شاء الله لا يا رب. ان اسكت شاء يا الله لا. لساني، ما مصدقنا سمعتوا كيف شيء، ما ما سمعتوا صدقنا. شيء. لا ان شاء الله لا يا رب، حرام. بحبها كثير. حبيبتي. الله طيب يا مشحر يا انا. يخلي الحب بقلبها والفرحة بقلبها يا رب على طول، وإن شاء الله تضلها تكون مبسوطة على طول. بس ما بعرف هيك كإحساس بس. هلا انا حاسه معك بس احساسك غير. ناسي عجرم. نانسي قصة كبيرة. نانسي من 3 سنين مع الإعلامي نيشان على الجديد توقعت لها إنه ه3 سنين حيكونوا سنينها. وفعلا يعني الله يعطيها ألف ما شاء عافية. الله عليها من حفله لحفله. عليها بتستاهل كل خير. عندها طاقة كتير إيجابية، عندها نشاط، بتحب شغلها. مواعيدها، احترامها للناس، محبتها للناس. حقيقة أنا كتير بحترمها لنانسي، وبتمنى لها النجاح. بعد نانسي بعد بنشوفها كمان، أنا قلت أول وحدة قلت بنشوفها عم بتمثل لنانسي، وبفتكر رح تعمل فيلم أو حتمثل. أنا أول وقالت وحدة هيدا الشيء وما كان ابدا براسها هيدا من الشيء. 5 سنين قلت وبشوفها بشيء استعراض. يعني كيف مثل كيف كانوا يعملوا فوازير، مش فوازير رمضان، بس باستعراض، شيء استعراضي سعاد يعني. حسني ستايل. نعم نفس الشيء باستعراض كتير كبير ومن أغانيها كتير حيكسر الأرض، حيكسر الدنيا. ومقاطع مقاطع مش كل الغنية حتعملهم، وبكل مقطع حتغير لبس بعتقد وتعمل. اه يعني استعراض استعراض. نانسي بعد اللي جاي بعد أعظم لنانسي. حياتها الشخصيه. وخصوصا لما تعمل ديو مع حدا بتكسر هالغنية الأرض. حياتها حياتها الشخصية. الشخصيه زواجها. حياتها الشخصية يا رب. يا رب يكفوا مع بعض. أنا بتمنى لها أنهم يكفوا مع بعض كل العمر، لأنه عندها 3 بنات. عبكرة بيقوموا من النوم بدهم يقولوا بابي ومامي، ورح يضلوا يقولوها إن شاء الله بناتها. هيفاء وهبي. اوه هيفا. عم تجيب الناس اللي انا بحبها يعني ما معقول. هيفا انا ما كنت اعرفها قبل مزبوط صراحه، التقيت فيها بالطياره واتحدى. ولا اطيب من هيك انسانه، ولا خفيفه الدم وخفيفه الروح وبتجنن بتجنن ومتواضعه، وما معقول شو طيبه وشفافه. وما عندها شيء مخبى هيفا. كل شيء واضح عندها، ما في شيء عندها شيء مخبى. هيفا بتضلها هيفا. لو مين ما اجا ومين ما راح، هيفا ظاهرة طلعت من لبنان ورح تضلها ظاهرة، ما حدا بينافس هيفا وهبي. هي تجوزت على فكرة، حنفوت بالسنة، شو الله يخليك. بتتوقعي؟
الله يهنيها لانه تعبت هيفا وبحق لها انها ترتاح عاطفيا. يعني انا قلت حترتاح بهالعلاقة صح؟ أنا كمان بقول باذن الله. مرتاحة. هي على طول الحب بدق بابها، بس هي بتختار هيفا. فانا بتمنى لها النجاح. وهيفا وهبه رح تضلها بنت من كيفيهم 20 25 سنه ما بتطلع. أيوة. لكن هيفا مرتاحة بزواجها حاليا. اللوسة إليسا. اليسا الأغاني اللي بتختارهم واللي ماشي فيه إليسا رح تضلها بهالهمة هاي. النجاح حيكون حليفة بهالسنتين لإليسا. وبشوفها بتعمل حفلة. أنا بشوفها بترجع بتغني أغنية مع سعد المجرد لإليسا. عن ترجع جد؟ بتعمل أغنية، نعم. ترجع حترجع بتعمل ترتبط؟ أغنية. حترتبط، حنشوفها، حنفرح فيها. اليسا ما بتكفي حياتها العاطفية لوحدها، وبشوفها بترجع بتعمل ديو مع سعد المجرد وغير سعد المجرد، وبتكسر الأرض لأنه ما في غنية لإليسا مش حلوة بصراحة. إليسا ايه بس عاطفيا شو وضعها؟ أه تستقر عاطفيا إليسا، لأنه إليسا بدي أقول لك شغلة كتير حساسة وكتير عاطفية وما بيعجبها العجب. إليسا ومش كل إنسان بيدخل راسها لإليسا. بس ما حتعيش بفراغ عاطفي، لا بإذن الله. ستتزوج؟ أنا بشوفها بترتبط يوما ما عاطفيا، حتى لو ليك إذا واحد صار بيقولوا لك إنه كبر شوي أو كذا ما خص، يعني ال الروح. لا اذا القلب شاب كل شيء شاب. نعم أه؟ نعم نعم. اذا أنا القلب شاب كل شيء شاب. أنا بشوفها سعيدة مع هيك شخص بحياتها لإليسا، بشوفها سعيدة إن شاء الله يا رب. يعني بتمنى لها والله، بتمنى لها. يعني حتى لو ما بعرف كيف وليه، بس ما بشوفها لحالها. هلا كيف وليه ما بعرف. بحياتها مش لحالها، هي مثل ما انت قلت شرحتي مزبوط. كيف وليه ما بعرف، يعني هيدي بتجي سبحان الله صدفة أو شيء ما بعرف. اذا انتقلنا لمصر قبل ما ننتقل للخليج، محمد رمضان صار له فترة غايب. ما بيغيب عن التيك توك، أنا دايما بعمل له قلب على التيك توك، بحبه كثير. محمد رمضان لا ما بيغيب، بس لانه بدي اقول لك شيء، نحن كنا ندور عليهم مريح. تدوير، نفتش عليهم وين هن لحتى نشتاق نشوفهم. فهو برافو، عملها هي حركة ذكية فاين اللي عملها. انه ببعد شوي للناس تشتاق له. بس انا كنت متوقعت له باللي عملوا المسلسل العمدة. الناس صعد على الطرقات وبتحضر بالتلفزيون من الطريق بتحضره بالقهاوي، وهذا ما حصل. وهذا ما في بيت ما حضر العمدة. فمحمد رمضان بينام بس بيقوم على شيء بومبا، يعني بومبا. قنبلة مثل ما بيقولوا. فحيعمل مسلسلات وحيعمل أفلام وحيعمل أغاني. ومحمد رمضان مثل ما بعض ناس حقودة قالت إنه بيشوفوا رح ينتهي، أنا بقول له لا، لن يحصل. بشرته ما لن يحصل أبداً. ليكي حبيبة قلبي، شو ود عبد العزيز والعوضي اللي كنت السباقة ايام عزهم وعز علاقاتهم الطيبة؟ انصدمت لانه ياسمين عبد العزيز انا ما بفوت لها ولا مسلسل ولا افلام ولا كل شيء بتعمله ياسمين عبد العزيز بتذكرنا باسعاد يونس الفنانه العظيمه، بتذكرنا ما بعرف دمها خفيف، ممثله رائعه. ياسمين شو ما عملت بيلبق لها، شو ما عملت، وانا بحبها كثير. وانا سبحان الله ما كنت قصدي انه بس هيك صار. فأنا بشوف إنه ياسمين عبد العزيز رح تلاقي الحب والأمان والعطف مع إنسان بحياتها، وبشوفها يوما ما، وقلتها وبرجع بقولها، عم تعمل شيء مع العوضي. هو مسلسل، هو فيلم، ما بعرف. وقلبا رح تعمل معه شيء؟ بتمنى، لأنه هن ما في مثلهم اثنين. يعني ما يعني صعب تقول ياسمين بدون العوضي، وصعب تقول العوضي بدون ياسمين. بس انت بتلاقي الموضوع منه ولا منا؟ مين اللي بده ومين اللي ما بده؟ مين عم يدلع على الثاني هلا حاليا؟ بقول لك شغله، اثنيناتهم بحبوا بعض.
وليش ما عم يرجعوا؟ أنا هيك إلهامي، هو بحبها كتير وبيحترمها، وهي عندها يم بعد الله بتحبه كتير. وليش ما عم يرجعوا؟ يعني بدي أقول لك شغلة، في كتير ناس حبوا بعض إلي وافترقوا، صح؟ في كتير ناس تزوجوا. طمنينا عن شيرين عبد الوهاب. بتمنى لها لياسمين عبد العزيز الصحة والعافية هي والعوضي، وبتمنى له النجاح، وبتمنى لها انه نشوفها بسعادة وحب. بالنسبة لما لشيرين، لانك لان انت هلا لما كنت عم تقولي لي في ناس بحبوا بعض بس ما بيرجعوا لبعض او بيرجعوا، يعني هيدي في ناس العلاقات، بحبوا بعض تذكرت شيرين. ومغرومين. شيرين، في ناس قالت انه رح تنطفى وكذا، انا قلت انه بتعمل اغاني بتكسر الدنيا، وعملت اغاني كسرت الدنيا بصراحة. بصراحة يعني شيرين بس تعمل غنية بتدرسها من كل النواحي، وفعلا ما في غنية لشيرين بتقول كلمة لو. شيرين ما في نمبر 1 بالعالم العربي. شيرين نمبر 1 بالعالم العربي، يعني شاء من شاء وأبى من أبى صراحة. وضع النفسي، وضع بتعرف علاقتها مع اثنين حسام وين بمصر، واصلين. عندك اثنين بمصر أصواتهم رائعة، أمل ماهر، شيرين عبد الوهاب، ما في. اذا طيب، وين واصلين مع شيرين بموضوعها مع حسام؟ أنا بشوفها شيرين يعني مع بناتها عم تربي بناتها، عم كثير يعني حتكون كلوز اكثر لبناتها معها، وبتعمل حفلات، بتعمل اغاني، وبشوفها بتضعف وبترجع بتظبط حالها، وبترجع بنت 20 سنه بتهتم بحالها، بترجع شيرين بتكون قويه وعندها ثقه بحالها، وبترجع بتوقف على المسرح. ما حدا ادى لشيرين على المسرح حيكون هيك بتوقف. انت مش عندك الانترنت كله تمام؟ نعم، وبشوفها لشيرين بترجع بإذن الله، بترجع بتختار هي شخص تقدر تكفي حياتها معه، ويحضنها ويحضن بناتها بس. كتير منيح. جيمي، فيك تبعت لي مساج من على الاي مسج اذا كله تمام ولا لا؟ لان انا عندي توقفت المسجز. عم يسمعوني ولا ما عم يسمعوني؟ شو يا حلوين؟ كان كله تمام، تريبيان، كله تمام استاذتي الكريمة. يب كريمة، على سيرة الكريمة، انت كريمة. كريمة تذكرت حزاري مين؟ مين؟ كنت عم بسمعها من كم يوم. كريم عبد العزيز. اجى على بالي لما كنا عم نحكي بقهوة، لما كنا بقهوة شو مهذب هالصبي، لما كنا بقهوة بمصر كنت دايما شوفه، ودايما هيك قليل لنفتح سيرته. شو بتتوقعي له؟ آه يعني بعده صغير، هو بعده شاب صغير، قدامه مستقبل كتير كبير، وهو بيقدر يمثل كوميدي وتراجيدي، بيقدر يمثل بيطلع صوته حلو، كل شيء يعني، بيغني، حتى مهضوم برقصته، حتى مهضوم بصوته، خفيف الدم. الله يرحم والده كنا نحبه كثير، فهو بيذكرنا يعني حدا بمصر باول طلعته، عبد المنعم ابراهيم وهدول اللي كان دمهم خفيف وهيك. ما بعرف، كثير بحبه لعبد الكريم، كريم عبد العزيز. يعني على قد سألتك انا غدرتك بهالسؤال كمان. سوري، عم باخد وش. لا لا لا، هو عنده فيش، بس مستقبل كبير. كمان بدي اسألك عن مصر، خليجيا. شغلة، مصر أم الدنيا، ما في فنان مصري إلا ما أبدع، ما في فنان مصري إن كان بالغنى أو بالتمثيل إلا ما أبدعه. الفن طلع من ليك ايش مصر. رأيك بكبرتها ليسرى والأناقة اللي فيها؟ هي ولا مرة توقعنا لها. ليدي يسرى صديقتي من يمكن 2009، احنا اصحاب، فيمكن كل شيء قلت لها اياه ليسرى صار، وهي طلعت مع نيشان قالت على التلفزيون ليلى كل اللي قلته صار معي بحلقه. فبدي اقول لك انه يسرى بدها تجسد قصه حدا
يا أجنبية اه ممثلة أو عربية، لكن بتبدع بتمثيل قصة حدا. يسرا كل ما بتكبر كل ما بتبدع، يعني كل ما بتبدع بتمثيلها الطبيعي. يعني أنا بشبهها لفاتن حمامة الله يرحمها ياخد عمرها، تمثيلها كتير طبيعي، ويسرا تمثيلها طبيعي. يسرا ما كأنها عم تمثل، طبيعي، تمثيلها طبيعي وعفوي. يسرا ما في مثلها أبدا. ايش وحكينا باحلام. ليك أحلام ما لا كل الناس بتعرف شو هي أحلام. أحلام كتير كتير طيبة وكتير متواضعة بصراحة. أحلام كمان بعرفها من ايه هيك سنين، بسمع. 2007 2006. أحلام كنت يعني لما تيجي بيروت تيجي تزورني بالبيت، تاكل من أكلي هي وجوزها. كتير متواضعة يعني وبتجنن شو بتطبخي يوجولي لما يجي لعندك على البيت؟ شو بتطبخي له من ايديك؟ انا بتحب اكلي كتير. احلام بتحب هيدي السباجيتي مع الهمبرجر مع كورونا بلبن. كل اكلي بتحبه كانت احلام. فكنت اها. اعمل لهم اكل يعني يجوا يتروقوا عندي الصبح حتى يكونوا سهرين يجوا يتروقوا عندي الصبح. لأقول لك احلام اللي عجبني باحلام شغله وحده وفاجاتني فيها بصراحه. هي مره كان عندها حفله قبل كورونا، كان عندها حفله بجده، وقعدت انا VIP عم بحضر حفلتها. وقفت الغنى على كانت عبر الMBC ولايف، وقفت الغنى. هي ما في اي فنان بيتجرأ يعملها الا احلام حبيبه قلبي. قلت لهم ورحبت فيك. رحبوا بصديقتي ليلى عبد اللطيف. شو هالانسانه هي، شو هالانسانه. هي وجوزها على فكره حبيبة قلبي، زواجها بخير؟ زواجها رح يبقى بخير؟ ام الكرم وبيت الكرم. بس هيك بدي اقول على احلام. زواجها حيبقى بخير؟ طبعا من كيف فيهم لاخر يوم بحياتهم زواجها بضل بخير. لا شائعات وهيك. لا كلها شائعات. انا هلكينا بعرف. هي بهالشائعة، بس انا عندي ما مبين. على محطة انا امبارح كشخص ببرحش ما بين. يا حبيبي اسألني لإلي على محطة لك امبارح يقبرني انا يقبرني. حبيبي. الكبير كبير الخليج محمد عبده، ما فينا نحن نحكي بالخليج ما نقطع بمحمد عبده، خاصة بهالكبرة اللي هو فيها. في تطمين عليه ولا كيف؟ الكبرة دايما برودكتيف يعني. بقول لك شيء، أول شيء الله يعطيه الصحة والعافية وطولة العمر يا رب يا رب يا رب. هو نمبر 1 بالعالم بالخليج كله، نمبر 1 هو. أنا هيك هيدا إلهامي. لأقول لك ليه؟ لأن أنا بس اوقات بنسمع عن صحته اخبار ما منيحة، يمكن شائعات يمكن لا الحمد صحيحة. لله هو منيح وصار منيح الحمد لله. كتر خير الله. الله يعطيه طولة العمر. ويبقى واقف على المسرح وعم بيغني محمد عبده مثل صوت وبحة محمد عبده ما صار. نحن وعينا على محمد عبده. الماما كانت تحط له اغاني لمحمد عبده ايام الاسوانات الكبيره. بعدين انا من 78 كان عندي محل بالحمراء اللي هو كاسيتات وكارتريج والاسطوانات. بعدين صار عندي محل ببرمانة اسمه باك تو ميوزك ببيع كاسيتات. انا بعرف قد ايه كانوا يجوا من اوتيل فينيسيا لعندي ليشتروا كاسيتات لمحمد عبده بالهبل، وكنت سجل له اغانيه مقاطع. فانا في ذكريات حلوه، كنت بتمنى اقول انا يا رب يعطيني طول العمر لاشوف هالانسان واتعرف عليه. وتعرفت عليه وفت بيته. يا وبقول له ألف سلامة عليك وإن شاء الله ما بتشوف شر يا رب. أنت فنان العرب، أنت محمد عبده. بس بدي اقول لك سؤال لحدا معالي المستشار تركي آل الشيخ، هذا الكبير الكبير الكبير. ما في مثله اثنين بالعالم العربي ولا بيجي. وين بعد بيوصل؟ ما شاء الله عليه. أنا تفاجأت، رحت البوريفاج عم بتفرج. هون بتشوف اليونان، هون بتشوف باريس، هون بتشوف لندن. كلها ضيعة كأنك بضيعة بتشوف كل الدول. بتفوت هون الصين، تاكل أكل، ميوزك. انبهرت، سألت، قالوا لي بست أشهر هذا المشروع كان خالص. ما صدقت. ما شاء الله عليه، عم بقول لك ما شاء الله ما شاء الله. المستشار تركي آل الشيخ الله يطول بعمره
بتروح على الرياض كأنك بعالم تاني، قدر قعد الناس بالرياض ما يسافروا لبرا، كل شيء موجود بالرياض. عن جد ايوه، اللي عم بسمعها كتير من السعوديين. وفي شغلة تانية عملها المستشار التركي آل الشيخ الله يعطيه طول العمر ويحفظه. هو عم بيجيب السياحة من برا من كل أنحاء العالم على المملكة. صحته طمنين عليها لصحته. عن مين؟ طمنين على صحته. اسم الله عليه ما بيهدى. صحته حتضلها بخير؟ حتضلها بخير، ما بيهدى ما شاء الله عليه، ما بيهدى. هو بتابع الصغيرة والكبيرة. ايه 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 بتابع الصغيرة، ما لكن بينام ما بينام. ورح يضل يحبها لأمال ماهر، حتضلها بقلبه. أنا ما بفوت بهيدي المسائل، أنا عم بحكي عن شخصه. كله إلا المعاني. عم بحكي عن شخصه وعن النشاط اللي عم بيقوم فيه والنشاطات اللي عم بيقوم فيها. طبعا كله هيدا بمباركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يلي بس نجيب سيرته دمع. عن جد بفرفح قلبنا، عن جد. طول العمر والله يوفقه، ويا ريت كل الدول تكون تتعلم من شخص اسمه. شو لك قديرة على الحزب ايام بيروت حكيت، على النظام حكيت، ليلك المعالي المستشار قلتي لي لا. لا مش انه هيك، انا عم بحكي انه هو قد ايه قدير، وشو عمل بالرياض وشو عمل بجده كثير عن جد قدير. عن جد شخصية قديرة. أصالة مش بحاجة لتوقع. أصالة أكيد حتنزل على سوريا وتكسر الدنيا بحفلة رجوع قوية كتير، صح؟ نعم. أصالة هيك بده يصير معها، صح؟ مكيفة. نعم حتنزل تعمل حفلة بسوريا، نعم أكيد بعد غير. بس الوسوف حتتزعزع نعجميته شوي بالنسبة للي صار، بما إنه كان محسوب. لا ليك بدي اقول لك شغله، السوريين اطيب قلب عندهم وكلهم ايد وحده حيكون.